السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الكباتن وحشتوني. طبعًا أنا عندي كام نقطة كده هاكلمك فيهم باختصار يعني. طبعًا أنا بقى لي كتير جدًا ما باطلعش أعمل فيديوهات، وما باعملش فيديوهات عشان أنا مش واحد طالع أكسب من الفيديوهات. كذا حد كان كلمني وقال يعني كان في ناس بتكتب على الكومنتات: أنت دلوقتي كلكم بقيتوا تفهموا، ودلوقتي كلكم بتعملوا فيديوهات، دلوقتي كلكم عايزين تعملوا محتوى، عايزين نكسب فلوس من المحتوى زي فلان وفلان وفلان. لو أنا عايز أكسب فلوس من المحتوى دوّة هاطلع أقول لك ادعمني، هاطلع لك كل يوم بفيديو على الفاضي وعلى المليان، هافضل كل يوم أقول لك الحق الرحلة الفلانية ما تاخدهاش، ولمّا تخش تلاقي الكلام أنت عارفه وفاهمه. الحق ما تعملش كذا، ما تقعش زي اللي وقع فيه عبد السلام، ما تقعش زي اللي حصل من كذا. مش هاقول لك كده. لو أنا واحد عايز آخد لقطة وأطلع أعمل فيديوهات وأبقى ما أنا عمّال أكسّر في الدنيا وعايز فلوس وعايز هاطلع كل يوم أعمل لك فيديو، أعمل لك فيديوهين في اليوم، أنزّل لك كل يوم فيديو. إنما أنا لمّا بالاقي معلومة باطلع أقولها لك. باقولها لك ليه؟ باقولها لك عشان أنا لمّا جيت أشتغل في المهنة دي ما لقيتش حد يدّيني معلومة بس، ولا أكتر ولا أقل. فأنا لمّا آجي أدّيك معلومة أنا ما باخدش منك فلوس، وما باقولكش ادعمني، ما باقولكش خُش على اليوتيوب اعمل لي subscribe واشترك في القناة وفعّل الجرس وبتاع. ما باقولكش اعمل كده. ولمّا بارفعها لك على الفيس ما باقولكش خُش اعمل لي متابعة، زي ناس عملوا لأخت محترمة فيس وصفحة، وفي ثانية إلا ثانية تاني يوم كانت عاملة ألوفات، والعبد لله الفقير عامل 300 متابعة، وهي تاني يوم كانت معدية ألوفات. يعني اخواتنا الرجاله جريوا تاني يوم في اول ما فلان طلع قال لك ادعمها واعمل، بقت الوفات في المحتوى بتاعها. ايه يا شباب يا رجاله، العقل يعني بيفكر. فسيادتك عايز تسمع مني معلومه او عايز تشوف مني فيديو واحنا بنحترم بعض وبنحب بعض وبنقدر بعض وبنتكلم، ما بطلعش اشتم فيك او اعيب فيك او حاجه. انا بطلع اقول لك معلومه انا اكتسبتها بحاول اديها لك، عشان انا لما جيت طلعت المهنه دي ما حدش كان بيديني اي حاجه، ما حدش كان بيقول لي اي حاجه. فانا كنت ببقى حاسس ان انا تايه مش عارف اعمل ايه. كنت بتكسف جدا جدا ان انا اطلب زياده من زبون، مع ان حقي. والزياده ديت مش عشان هو حاطط لوكيشن صح، لا، عشان هو حاطط لوكيشن غلط. فانا مشيت مسافه كنت بتحرج. فانا لما اطلع اقول لك على حاجه انا بطلع اديك معلومه، ما بطلبش منك ان انت تديني حاجه، بس مش عايز منك اكتر من كده. الاقي منك دعم في ان انت تقول لي شكرا يا كابتن، ماشي. ما قلتش شكرا يا كابتن برضه ماشي. مش مستني منك ان حضرتك تقول لي، بس ما تقطمش بقى في الواحد، ما تخليش الواحد يستخسر انه يقول حاجه يعرفها او يفيدك بمعلومه. انا ما فيش حد كلمني، والناس اللي كلمتني تخش ترد. ما فيش حد كلمني سالني على حاجه وقصرت معاها نهائي. اللي في مقدرتي واللي انا عارفه بقوله لك، مش عارفه بقول لك والله يا كابتن انا مش عارف. بس شكرا.